السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدكم معايا النهاردة في كايرو فيستيفال تجمع الخامس في مكان اسمه جريفنز كلايم. المكان ده مخصص للأطفال في حدود سن من 3 ل 8 سنين. هيبقى حلو ولذيذ وظريف ليهم جدا. عايزة تقضي يومك تخرجي فيه مع أصحابك في كايرو فيستيفال وتعملي الشوبينج وتنبسطي فيه وتكوني مطمنة على أولادك، فالمكان ده هيكون هو الحل ليكي. جريفنز كلايمب. انا اخترت المكان ده علشان لقيت فيه حاجات التسلق والاحبال والزبلاين. الحاجات دي بتدي جرأة وبتدي اكسبيرينس حلوة للولاد. بس حقيقي انا لما ابني راح المكان هقول لكم شوية سلبيات اخدتها. اولا هم قالوا لي ان في تذكره بتبقى لليوم كامل وفي تذكره بتبقى ساعتين، فانا اخترت لابني التذكره الساعتين. كانت ب 350. السيستم بتاعهم ان المكان فيه كيدز ارياز، فيها بحر كور وفيها اللي هو الصلصال الرملي وفيها مكعبات. كل ده مسموح للولاد خلال الساعتين ان هم يلعبوا فيهم وبس. اخر ربع ساعة بس من الساعتين هي اللي كل الكاست بتاع المكان بيجي مع الولاد وبيلعبهم في المكان بتاع التزحلق ده اللي هو بتاع الاحبال والكلايمينج وكل الافكار الخطيرة اللذيذة دي. حقيقي كان نفسي يقضي وقت اكتر من كده على افكار التزحلق دي، بس هي هما يعني مش عاطين لها حقها، وهي بصراحة ممتعة ومختلفة. يعني كيدز اريا كتير فيها البحر الكور وفيها الصلصال الرملي وفيها كل الافكار دي، لكن موضوع اللي هو الكلايمينج ده مختلف. بس هم بصراحة بيراعوا قوي السيفتي وعلى الولاد، فكل واحد كده زي ما انتوا شايفين من العمالة معاه ولد يعني بيلعبه وبيخليه يعدي الحبال. ده غير اللبس السيفتي اللي هم الولاد لابسينه. بيربطوا حزام على بطنهم علشان يعلقوا منه الحبل ده لفوق علشان يبقى فيه امان. الحبل ده لفوق علشان يبقى فيه امان ان هم ما يقعوش. وبيعلموا الولاد ازاي يعملوا الستيبس. بس لو طفل قال لهم خايف خلاص، يعني مش بيحاولوا ان هم يجرؤوه او يكسروا الرهبة، ودي برضو سلبية يعني على المكان. لان طبيعي الولاد اول مرة بتكون في المكان هتبقى عندها رهبة، ان هي كل حاجة هتقول خايفين. وحقيقي ميزة المكان ده في الكلايمينج، فهم محتاجين يزودوا الوقت شوية لفكرة الكلايمينج دي، لان هي لذيذة قوي. وزي ما فتحت لكم هنا الفيديو بالزيب لاين اللي بره ده كان خطير، حلو قوي وبسط الولاد قوي. فهي فكرة لذيذة وفكرة المكان حلوة جدا. طريقة العمالة مع الولاد يعني هيلبفول جدا، ويعني كويسين قوي معاهم، ان هم بيساعدوهم ولطاف جدا في التعامل معاهم وبيلعبوهم. يعني طريقتهم لذيذة جدا وبتحملوا الولاد جدا. هي بس الوقت اللي الألعاب التزلج دي واخداه أقل من حقها. هي محتاجة أفكارها الجميلة اللي زي ما انتوا شايفين، محتاجة أكتر من كده. طبعا ده بقى باقي المكان اللي هو فيه المكعبات، ترابيزات كده المكعبات والصلصال الرملي. وبعد كده عندنا المكان ده بقى اللي مليان زحاليق وبحر كور ونطاطات وكلايمينج وول. هتلاقي فيه أفكار كتيرة جدا. حقيقي هو المكان آمن جدا للأطفال. لو انت عايزة تسيبي فيه ولادك وتخلصي شوبينج وترجعي تاخديهم، فهو حلو جدا للأطفال. وفي كمان ممكن لو انتي عايزة تطلبي ان هم ياخدوا مشروب او ياخدوا فشار بوب كورن، كل موجود. وكمان علشان حرصهم على سلامة الولاد بيلبسوا الولاد شراب سيليكون علشان يبقى سيفتي اثناء تنقلهم، ويبقاش في حاجة تزحلقهم اثناء النط او اللعب او كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم النهاردة معايا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.